السباحة واحدة من أهم عناصر المتعة والفرجة في الألعاب الأولمبية، واللي جانب الأولمبياد فإنه عشاق الأرقام القياسية عندهم مواعيد أخرى مع قروش العالم في تظاهرات ما تقلش إثارة على الجيو. ونتكلموا على بطولات العالم في المسابح الأولمبية والمسابح الصغيرة. المسبح الأولمبي 50 متر مربوط بالمسابقة الأعرق في تسميتها الشاملة، بطولة العالم للألعاب المائية اللي تضم اختصاصات أولمبية أخرى على غرار الغطس والووتر بولو والماراثون. أول مشاركة تونسية في مونديال الألعاب المائية تزامنت مع الدورة الأولى للبطولة بمدينة بلغراد اليوغوسلافية سنة 1973 بفضل الثنائي مريم الميزوني وعلي الغربي. مريم الميزوني اللي خاضت مسابقة المونديال في سن 14 سنة قبل ما تعود وتنال شرف متجدد، وهو لقب أول امرأة تونسية تشارك في الألعاب الأولمبية، وكان ذلك في دورة مونريال الكندية عام 76 قبل انسحاب الوفد التونسي من الأولمبياد. وبعد غياب عن دورة كالي الكولومبية سنة 75 عادت السباحة التونسية في الدورة الثالثة من المونديال سنة 78 بالعاصمة الألمانية برلين بفريق تونسي مدعم ب6 عناصر يتقدمهم الثنائي مريم الميزوني وعلي الغربي بالتحاق الرباعي أحلام الغريبي حبيب السكني هادي بن حسن وسمير بوشلاغم. مونديال مدريد 86 تزامن مع ميلاد الجيل الجديد للسباحة التونسية بقيادة فاتن غطاس مع الثلاثي سند الغربي سعاد دبيش وسمير بوشلاغم. السباحة التونسية تبعد عن الأضواء لمدة طويلة، وتزامنت فترة التسعينات وبداية الألفينات مع فترة فراغ مطول تجسدت في غياب عن المونديال في 3 دورات سنوات 91 98 و2001 مع حضور بعنصر وحيد في دورة روما 94 وهو مصطفى الصانع. 27 جويلية 2003 الشاب أسامة الملولي صاحب 19 سنة ينتفض في المسابح الكتالونية خلال مونديال مدينة برشلونة الإسبانية ويهدي تونس أول ميدالية بطولة عالم سباحة في التاريخ. يحرز برونزية سباق 400 متر سباحة متنوعة في السباق كسبه الأسطورة مايكل فيلبس برقم قياسي عالمي. سنة من بعد الملولي يصر على إعادة كتابة التاريخ، والإنجاز الجديد يجي من مسبح إنديانا بوليس الأمريكية في مونديال مسبح 25 متر. 9 أكتوبر 2004 الملولي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية في تاريخ السباحة العالمية بفضل إنجازه في نهائي 400 متر سباحة متنوعة. يوم من بعد ابن تونس يضيف برونزية 200 متر في نفس الاختصاص. مونديال إنديانا بوليس اللي يعتبر المونديال اللي شهد ثالث مشاركة تونسية في مسابح 25 متر بعد دورتي أثينا 2000 مع كريم الجنحاني وموسكو 2002 مع أسامة الملولي وسلمى الباجي. رحلة الملولي تواصلت مع بطولات العالم بصنفين بالماريس خالد في قرش المتوسط اللي حصد مجموع 15 ميدالية منها 4 ذهبيات مع تنويع اختصاصاته بين المتنوع والحرة وبين السباحة والماراثون. الرحلة تزامنت مع ظهور سباحين اجتهدوا لكن اقتصرت تتويجاتهم على المستويات العربية والأفريقية والمتوسطية نظرا لقوة المنافسة على المستوى المونديالي والأولمبي. ونتكلموا بالخصوص على أحمد المثلوثي وتقييم رابط وسارة لجنف ومحمد العجيني. انتظرنا إلى حين فترة ما بعد أولمبياد طوكيو وين أعادت تونس ولادة بطل جديد في قيمة أحمد أيوب الحفناوي اللي تمكن في ظرف وجيز من حصد 4 ميداليات مونديالية منها مشاركة تاريخية في بطولة العالم للألعاب المائية في مدينة فوكويوكا اليابانية في صيفة 2023 بإحراز 2 ذهبيات وفضية. نضيفوا لهم فضية مونديال 25 متر في أبو ظبي 2021. وفي انتظار عودة السباحة التونسية للتتويج في مسابقات بطولة العالم ننتظروا الموعد المرتقب في شهر ديسمبر 2024
مع بطولة العالم لمسابح 25 متر بالعاصمة المجرية بودابست بقيادة البطل الواعد أحمد الجوادي وبقية المجموعة. شكرا ايضا لاسلام بن صالح على تامين هذا التركيب مع طارق الساحي. ظهر لي مسيره طويله، رجع عندك شويه ذكريات. رجعتوا لي ومحلاهم الذكريات هذوما، على خاطر ماك تعرف كل شيانس، كل بطوله، كل مسابقات عندها ذكرى معناتها خاصه، دونك رجعتوا لي متوالي.